هعمله بطريقه جديده معاكم. غسلناه كويس جدا جدا بالملح والدقيق والليمون زي الفل اهو، وصفيناه. حطينا معلقتين زبده هنصدمه في الحله كده بقى الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصدمه في الحله كده. طبعا الصدمه بتاعت الحاجات ديت الفراخ او اللحوم او الكلام ده تدينا نتيجه احسن في التست ونتيجه احسن في السوا. هنصدمه كده مع بعض. طيب عشان اجهز الطاجن وراك رومي، ده طاجن ورك رومي، طاجن ورك رومي. حطيناه صدمناه بالزبده تمام، وهحط له ليمونه، معلقه زنجبيل، ريحان، روزماري، ورق لوري، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، فلفل. ادي البهارات بتاعتنا. انا هقلب الكلام ده كله، الشاي بتاعتنا دي كلها. هحط له ايه تاني؟ هحط له شويه فول صويا، وندي الكلام بتاعنا ده كله كده صدمه بسيطه لغايه ما لونه 5 دقايق او 7 دقايق اللون يبقى ذهبي، ونجهز الطاجن معانا. لازم نعمله بالطريقه دي كده عشان يدينا تيست عالي جدا، وريحه مفيش اي ريحه زفاره خالص ولا في اي حاجه خالص، تبقى الدنيا زي الفل معايا كده. يبقى انا جبت الورك الرومي وزن زي ما انتم عاوزين من 2 ل 3 كيلو، وده ما شاء الله 2 750 جرام، 3 كيلو الا ربع. قطعته معايا بصوا كده، وحطيت له التوابل، صدمته في معلقتين زبده، وحطيت له ورق لوري، روزماري، ريحان، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، معلقه زنجبيل، وهبدا اديهم تشويحه كده مع بعض. بعد كده هنرص الطاجن بتاعنا ونزوده معلقتين ميه وندخله الفرن من نص ساعه ل 40 دقيقه. تاكلي احلى طاجن في حياتك رومي. في طريقه جديده لوراك الرومي بدل ما تخش صحيحه الفرن. نسيب دوت يتعمل مع بعض. هنعمل معانا تخديعه الباميه يا جماعه. حطينا حله على النار، حطينا فيها السمنه، بعدين هنزل بالبصلايه بتاعتي، اشوحها مع فصين توم، معايا توم تاني اهو مهروس. حطيت فصين صفار، وحطيت معلقه مفرومه، هبدا اقلب لغايه ما البصلايه تتبل معانا، واقوم نازله بالصلصه بتاعتنا بتاعت الطماطم. هنقف؟ لا مش هنقف، هنحمر مع بعض الشعريه عشان هنعمل رز بالشعريه عقبال ما ناخد صدمه ونعمل الطاجن بتاعنا. حطينا سمنه دلوقتي عشان نعمل رز بالشعريه. ادي الطاجن بتاعنا اهو يا جماعه، الطاجن، وادي تخديعه الباميه. بدأ ياخد لون معايا بالتوابل ازاي، بالزبده. شايفين يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي لسه داخل معايا، ده طاجن اوراك رومي، طاجن ورك رومي. ده ورك واحد يا جماعه، وزنه 3 كيلو الا ربع. اللهم بارك. شوحته، عملت شويه زبده، ونزلت لحم الاوراك الرومي في الزبده، وقمت حاطه التوابل بتاعتي الجميله، بصل باودر، توم باودر، روزماري، ريحان، زعتر، ملح، فلفل. هشوحهم مع بعض التشويحه بتاعتي الجميله كده.
اول ما يغير لونه هقول لكم هنعمل الطاجن ازاي عشان نحطه في الفرن، واوريه لكم بعد التسويه شكله عامل ازاي. الطاجن بتاعنا هنعمل ايه عقبال ما الكلام ده كده كله يتشوح ويتعمل؟ تعالوا هنا معايا كده. معلقه سمنه تحت، قطعنا بصل جوانح، هنرص تحتيها فرش البطاطس، شويه توابل، وراك الرومي. شكرا على كده، بس كده. مش هحط توابل كتير، هو شويه ملح وفلفل بس. التوابل كلها هحطها في الطاجن بتاعي. شايفين الطاجن وصل ليه؟ شويه فلفل. الدنيا سهله خالص يا بنات اهو. بصوا بقى الورك الرومي بتاعي انا مش عايزه حاجه غير كده. خد الصدمه واخد اللون، شرب التوابل بالزبده. هبدا ارصه في الطاجن او الصينيه او اللي انا عايزه اسوي فيه. بسم الله. طبعا ده ممكن يجي في طاجنين، انا هسويه عامه في طاجنين عشان ياخد براحته في السوا خالص. هشيل الصينيه التانيه اللي زي دي. ناخد شويه صوص من ده كده. بصوا هنا معايا، بصوا هنا معايا الباميه، التسبيكه بتاعت الباميه. احط لها الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. صغيره. نفس اللي عملته هنا هعمله هنا. حطينا سمنه، هنحط البصل بتاعنا، هنحط البطاطس بتاعتنا. جربوا يا جماعه طريقه الورك الرومي بالطريقه دي، تحفه تحفه تحفه. ادي البطاطس بتاعتنا. طيب ادي شويه ملح وشويه فلفل، مش هحط اي حاجه، انا حاطه كل التوابل مع الورك الرومي، فكله هينزل توابله مع البطاطس تبقى زي الزبده. ادي حته الرومي، ادي حته الرومي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بنرميش حاجه. بصوا شايفين البهاريز دي؟ هقسمها كده في الطاجنين. الكتل ما سخنه. ايه رايكم يا بنات؟ عملنا ورك رومي اهو في طاجنين زي الفل في اقل من 10 دقايق. انا ظابطه الملح، ظابطه كل حاجه. ممكن احط واحده ماجي تحت مع البطاطس هنا، وواحده ماجي هنا مع البطاطس. ده يا جماعه الناس اللي لسه داخله لايك وشير، يلا لايك وشير.
اهلا وسهلا بيكم في مطبخ لولو كيتشن. بصوا بنعمل ايه. بنغطي البطاطس بس ميه سخنه مغليه. هنغطي هنا كمان البطاطس ميه سخنه مغليه. وهنقفل عليه بورق فويل وندخله في الفرن على الشبكه من نص ساعه لساعه الا ربع. بعد كده تطلعيه تاكلي احلى طاجن اوراق رومي بالبطاطس. اوكي. بصوا كده بقى قبل ما اقفله واحطه في الفرن. بصوا الدنيا شايفين. لايك وشير يا جماعه. هقول تاني، احنا الناس اللي لسه داخله هتشوف الفيديو ان شاء الله في نهايه اللايف. احنا النهارده هنعمل طريقه اوراق رومي بطريقه جديده، وباميه ورز بالشعريه. عملنا الاوراق الرومي، غسلناها كويس جدا جدا بالليمون، دقيق، ملح، فلفل، دقيق، ليمون، ملح. تمام. بعد كده صفيناها كده، عملنا حله كبيره حطينا فيها الزبده واديناها صدمه. التوابل اللي احنا حطيناها بعد ما اديناها صدمه، حطينا التوابل فوق الرومي. كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ملح، فلفل، ورق لوري، حطينا زعتر، ريحان، وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر. تمام. طبعا التفاصيل دي كلها تنزل في الفيديو بعد كده. بعد ما صدمناهم وخدوا اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللون ده كده، تمام، قمنا حاطين جت في طاجنين اهوت. تمام. حطينا تحت رق بصل ورق بطاطس. مش عايزين بطاطس براحتكم جدا عادي، بس دي بتديها طعم حلو. خلاص. وقمنا رصين عليه. بصوا منظر الرومي بعد ما خد الصدمه بالتوابل، ما شاء الله اللهم بارك. بصوا التوابل لزقت فيه ازاي وبقى زي الفل، بقى متطعم كويس جدا جدا جدا. بعد كده هنكمره. حطينا ميه لغايه البطاطس ربع الطاجن، وهنكمره وهندخله الفرن وهنسيبه بقى نص ساعه، وهوريكم هيستوي هيبقى زبده معانا ازاي. نكمره بس كويس وندخله الفرن ونسيبه بقى من نص ساعه 40 دقيقه زي ما قلت لكم. نبدا نفتح عليه. معايا يا جماعه؟ لايك بقى يا جماعه وشير، لايك وشير. ادي ورك الرومي ده 2750. ادي طريقته من عندنا، بتطلع من عندنا كده. وبناتات الامامير اللي حابه تتعلم معايا اهلا وسهلا بيها. كده احنا خمرناه كويس. نحطه في الفرن ونعمل مع بعض، نكمل مع بعض تفتيحه الباميه، ونكمل مع بعض الرز بالشعريه، ونعمل بتنجان مخلل. نعمل بتنجان مخلل بخلطه لولو السريه برضو. ندخل الفرن. في حاجه انا نسيت حاجه يا جماعه، انا نسيت حاجه. شويه فلفل الوان كده اختياري من عندي، بس بحب ادخله في الاكلات كلها عشان خاطر الاطفال. نسيت معلش بقى اكلم الناس. لا ده اختياري. ندخل الطاجن الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرن والع، قبل ما اشتغل الفرن سخن جدا على درجه حراره 170 مش اكتر من كده. نحط هنا شويه فلفل الباقيين، نحط هنا شويه الفلفل الباقيين عشان نسينا بس معلش.
ونسيها بقى خالص تستوي بألف هنا وشفا. طيب لايك وشير يا جماعه، لايك وشير. هنعمل مع بعض ايه دلوقتي؟ الباميه والرز بالشعريه ووراك الرومي في الايه؟ في الفرن. طيب حله فيها سمنه على زبده او زبده بس براحتكم. دي تغذيه الباميه، هحطها في طاجن برضو على فكره وادخلها الفرن، بس لازم اديها نص سوا على النار. لسه دي هنحط فيها ايه؟ نحط فيها معلقه توم كمان، نحط فيها شويه فلفل، شويه ملح، ورق واحده ماجي، بابريكا مدخنه، برطمان البابريكا الاحمر ده. دي كده تغذيه الباميه بتاعتي. اول ما تتسبك خالص هنزل عليها بالباميه، وبعد كده هنزل عليها بالشوربه بتاعتي، اديها نص سوا كده ادخلها في طاجن تتشمع في الفرن. مش عايزين تكملوا سواها في الحله زي ما هي كده از يو لايك. طيب نعمل رز بالشعريه. ادي السمنه نزلنا عليها بالشعريه، انا كيلو الرز بحط عليه نص كيلو شعريه، كيلو الرز نص كيلو شعريه. حمر الشعريه معاكم وبعد كده انزل بالرز والميه. طب ليه مش بحط شوربه خالص على الرز؟ عشان الرز بيطلع معجن، ممكن احط نص شوربه واحط نص ميه. حمر الشعريه على النار، وادي الباميه. طيب هنعمل مع بعض ايه؟ فنجان مخلل. لايك وشير يا جماعه، لايك وشير. الناس اللي بتسال عايزاني اشرح من الاول، حاضر، ثانيه واحده معايا. الزيت، فنجان، طبعا الباميه يعني بتنجان مخلل، في 13 حد متابعين. مش كده عايزينك تشرحي تاني من الاول انت عملتي ايه؟ هشرح تاني يا جماعه، حاضر عينيا حاضر. عملنا طبعا بعد اللايف دوت، الناس اللي لسه داخله منوراني على راسي، هينزل ان شاء الله فيديو من طبعا اول ما انا ما عملت لغايه الاخر. عملنا النهارده طاجن رومي بالبطاطس، طاجن ورك رومي، تمام. بدل ما طبعا احنا ساعات بنعمل ورك الرومي بنتبله بالطريقه المعتاده في ورق حياري بندخله الفرن، لا، في بقى طريقه جديده بنعمل قطع سلايس كده رومي. خلاص الورك عمل حوالي 3 كيلو الا ربع، غسلناه مع بعض وكان زي الفل بالليمون وملح، تمام. بعد كده اخدنا الرومي دوت، حطينا حله كبيره، ادينا له بصدمه بالزبده، والتوابل بتاعته كانت توم باودر، بصل باودر، ورق بتاع ده لوري، روزماري، ريحان، معلقه زنجبيل وملح وفلفل، تمام. وقمنا منزلين التوابل دي كلها على ورك الرومي وقلبناه. وبعد كده عملنا الطواجن، حضرناه مع بعض، معلقه سمنه، معلقه زبده، وحطينا شرايح البطاطس مع شرايح البصل، وقمنا رصين عليه الورك الرومي، وزودنا بميه مغليه نص عند نص، غطينا البطاطس، تمام. كله طبعا هيبقى في الفيديو بعد اللايف.
وبعد كده كمرناه كويس بورق لوري ودخلناه الفرن يقعد من نص ساعه لغايه 40 دقيقه. عملنا مع بعض تغذيه الباميه اهي. حطينا طبعا السمنه او حطينا الزبده بتاعتنا. بعد كده شوحنا بصلايه مع 4 فصوص توم مع معلقه توم مفرومه وشوحناها كويس، ونزلت الطماطم حوالي كيلو طماطم هتتسبك كويس جدا. البهارات بتاعت الباميه معلقه كزبره بتاع ده ناشفه، وحطينا ملح وفلفل فقط لا غير، وحطينا معلقه ماجي. تمام. اي تغذيه الباميه. الرز حطينا شويه سمنه، بنشوح الشعريه. تمام. ناقص ايه تاني في وصفتنا النهارده؟ شويه بتنجان مخلل مع الباميه. احنا النهارده عملنا 2 طاجن ورك رومي بالبطاطس. تمام. بطريقه لولو الجديده، وعملنا مع بعض باميه، وعملنا مع بعض شويه رز بشعريه وشويه بتنجان. الزيت سخن اهو. جبت البتنجان عادي جدا، غسلاه طبعا ومنشفاه وفاتحاه من النص. هنزل عليه في الزيت كده. ميه. معايا يا جماعه؟ ادي الباميه على النار عشان تستوي بسرعه. ادي الرز بالشعريه اهو، لسه الشعريه بتتحمر. وادي البتنجان على النار، وادي الطواجن في الفرن. طواجن الورك الرومي. هعمل الميه عشان الرز. الباميه بتاعتي غسلاها وزي الفل ومنشفاها اهو. هشيل غطا صغير. معايا يا جماعه؟ مين لسه داخل دلوقتي؟ لايك بقى، مفيش لايك خالص ولا في دعم خالص ولا تشجيع ولا اي حاجه. لايك وشير يا جماعه، لايك وشير. النهارده غدانا عباره عن ورك رومي ورز غطا اصغر، ورز بالشعريه وشويه باميه وشويه بتنجان مخلل. معايا يا جماعه؟ لسه الشعريه ما احمرتش. هاتي شوكه. النهارده طريقه عمل ورك الرومي وطريقه عمل رز بالشعريه وباميه وشويه بتنجان مخلل.
البتنجان المخلل بقى الخلطه بتاعته بنعمل له فصين توم مع شويه خل مع شويه كمون مع شويه ملح وفلفل مع شويه بابريكا مدخنه مع بصلايه مع طماطمايه مع فلفل احمر. تطلع الخلطه جميله زي كده. يلا يا جماعه لايك وشير. خلطه البتنجان المخلل اهو. لايك وشير يا جماعه. لايك وشير. لايك وشير. اكل سريع مهما كان الاكل الكيمياء بيخلص على طول، مفيش اي حاجه خالص. اهو قربنا نحط الرز الحمد لله. يلا يا جماعه لايك وشير. لايك وشير. لايك وشير. لايك وشير. اهلا وسهلا بيكم في مطبخ لولو. نورتوني نورتوني. اهلا وسهلا بيكم. لايك وشير. الناس اللي لسه داخله طريقتنا النهارده عملنا ورك رومي. طبعا الناس اللي لسه داخله احنا فاتحين اللايف بقالنا نص ساعه. عملنا 2 طاجن اوراق رومي في الفرن بقطع البطاطس، وعملنا باميه وتغذيه الباميه اهو، وبنعمل مع بعض بتنجان مخلل، وبنعمل مع بعض رز بالشعريه. ومشاهده الفيديو كامل ان شاء الله هينزل على اليوتيوب بعد البث ان شاء الله. تابعوني على اليوتيوب لمشاهده البث كامل باذن الله. لايك وشير يا جماعه. نورتوني. اهلا وسهلا بيكم. اي بناتي حلوين. اوكي. تغذية البامية لسه شوية ما استبدتش شوية، لسه لازم المية دي تنشف خالص. تغذية البامية بتاعتي حتة قلب الدنيا. الرز بالشعرية ويا ولاد تعالى تعالى. شايفين الشعرية بتاعتي بقت ذهبي جميلة اهو. هننزل بالرز اللي مغسول ومتصفي كويس جدا. تمام. شوية ملح، شوية فلفل، شكرا كده. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده. يلا يا جماعة لايك وشير. الناس الحلوه لسه داخلين معانا اهلا وسهلا بيكم في قناه مطبخ لولو. بنقدم جميع الاكلات الشرقيه والغربيه، وبنعمل كل يوم وصفه جديده. بنشارككم معانا الاوردرات، بنشارككم معانا غدانا اليومي عشان بناتنا الحلوين يستفادوا مننا. ادي الرز بالشعريه كده شرب السمنه وشرب الشعريه كلها. هننزل عليه بالميه. ميه مغليه يا جماعه، ميه مغليه. ولو عندي شوربه ساعات بحط له يعني كبشتين شوربه مع الميه. ما اقدرش احط شوربه خالص عشان الرز ما يعجنش ويطلع زي الفل. عايز شويه ميه كمان. لايك وشير يا جماعه، شجعوني. لايك وشير عشان نعمل مع بعض كل يوم وصفه جديده. ونعلم بناتنا الحلوين، بناتنا الحلوين اللي قاعدين على الموبايلات على طول. طبعا هو هيعوز له شويه ميه تاني. هحط له شويه ميه اشرب بس الاول. ورك الرومي في الفرن يا جماعه، هوريها لكم بعد الفرن. وراك الرومي اللي احنا عملناها مع بعض. هنقلب الباذنجان بتاعنا المخلل الجميل وهنبهره او هنحط له الخلطه بتاعتنا.
حسب ما انت عايزه بقى، بتنجان ابيض، بتنجان اسود، حسب ما انت ما عاوزه. الباميه تحب البتنجان المخلل. لايك وشير يا جماعه، لايك وشير، ويا ريت تقولوا لي في التعليقات عايزين المره الجايه ايه، نعمل ايه مع بعض. انا بعمل الاكل اليومي اللي بيطلع من عندي، سواء الاكل من مطبخي او الاكل اللي انا واولادي هناكله. شوفوا برضو بناتي الحلوين عاوزين ايه كل يوم وانا اعمله لكم. بس نورتوني. نملي ميه تاني للرز، عايز حبه ميه كمان. نحضر طبق البتنجان. نحضر طبق معانا البتنجان. تغذية البامية على النار اهي. طبعا البامية نعملها بمية؟ لا طبعا، انا محضرها شوربة. عندي شوربة في الفريزر، طلعتها حطها على البامية. ليه؟ خلينا مع بعض لاخر الفيديو نشوف الايه الشكل النهائي بامر ربنا. لايك وشير يا جماعه، لايك وشير، لايك وشير يا جماعه. اهلا وسهلا بيكم في مطبخ لولو، اهلا وسهلا بيكم في لولو كيتشن. لايك وشير. الناس اللي لسه داخله اهلا وسهلا بيكم لمتابعه الفيديو او متابعه البث من الاول. ان شاء الله الفيديو هينزل بعد ساعه من البث على اليوتيوب. احنا ان شاء الله النهارده عملنا اوراق رومي بطريقه جديده، تمام. الوصف وكل حاجه تبقى على اليوتيوب. ودخلنا الاثنين طاجن في الفرن، وهنعمل مع بعض باميه، وهنعمل مع بعض رز بالشعريه، وهنعمل مع بعض طاجن او سوري معلش، هنعمل مع بعض طبق بتنجان مخلل، تمام. المحتوى بتاعنا تعليم الطبخ لبناتنا الحلوين، تمام. ونستفيد من بعض برضو، وامهاتنا الحلوين برضو يشوفونا ويدعمونا، تمام. طبعا بنبيع اكل، بنعمل اوردرات، الكلام ده. بس الهدف من الفيديوهات او من البث كل يوم تعليم بناتنا الحلوين. اللي عاوز يطلب اللي انا بعمله ده على راسي من فوق، اللي عاوز ايه نتعلم مع بعض على راسي من فوق برضو، نورتوني. ادي البتنجان بتاعي اتعمل، هيبرد وهنعمله بخلطه لولو السريه. الخلطه قلنا عملنا توم، وعملنا فلفل احمر، وعملنا بصل خلاص، وعملنا طماطم وخل. البتنجان بتاعنا هيبرد وهنسقي بيه تبديع هنسقي بيه البتنجان بتاعنا. دخلت في التسبيك اهو، قدامها اقل من 5 دقايق، ونبدا نحط الباميه. شويه ملح، اوراق رومي، طواجن رومي، اوراق رومي في الفرن. اوريها لكم، تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ بصوا كده. دي يا جماعه الناس اللي لسه داخله معايا طواجن رومي، الوصفه بتاعتها هتنزل على اليوتيوب. الفيديو ان شاء الله من الاول هينزل على اليوتيوب، تمام. اوراق رومي بخلطتنا السريه مع شويه رز الشعريه مع شويه باميه يستووا بقكم. تعالوا تردوا معايا. شويه ميه كمان على الرز، ولا هيعجن معاكي ولا اي حاجه خالص. نديله بس تقليبه كمان.
مش محتاجين اي حاجه ولا هنفتح عليه تاني بقى قد ايه، تلت ساعه كده هنوطي عليه ونسيبه تلت ساعه. لايك وشير يا جماعه، لايك وشير. بصوا يا جماعه كده الباميه بتاعتي اتسبكت اهو. هنعمل ايه يا لولو؟ هننزل على الباميه بتاعتنا اللي انا غسلاها ومصفياها كويس جدا. بس الباميه بتاعتنا زيرو جميله ازاي، صغننه ازاي. ماشي يا بنات. هننزل بواحده ماجي ساحه ملح. خلاص هننزل بواحده ماجي. شايفين الباميه بتاعتنا؟ انا هديها بقى غلوه واقوم مدخلاها في طاجن في الفرن برده. ادي الباميه انا مجهزه لها شوربه يا جماعه. بصوا يا جماعه انا دي الشوربه عشان احنا عملنا طاجن رومي في الفرن، فانا دايما بخلي عندي شوربه في الفريزر بتاعت فراخ بتاعت لحمه. الشوربه دي كانت بتاعت فراخ، واقوم مقلباها كده 10 دقايق بالظبط تاخد غلوه، واقوم حطاها في الطاجن بتاعي واحطها في الفرن برده. شوفي ندوق الملح كده، عايزه ملح ولا اي حاجه؟ مش عايزه اي حاجه برده. شيل دوت. ادي الرز يا جماعه. لايك وشير بقى، لايك وشير يا جماعه، لايك وشير، لايك وشير. مش شايفه حد بيعمل لايك خالص. لايك وشير يا جماعه. ايه يا بناتي يا حلوين؟ يبقى ادي الباميه على النار، وادي الرز بالشعريه، ووريكم الاوراق الرومي في الفرن، وادي البتنجان. كده احنا خلصنا وصفتنا النهارده. معلقه او شوكه، شوكه ومعلقه، شوكه ومعلقه، شوكه ومعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق البتنجان الجميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لايك وشير يا جماعه. ايوه كده، لايك وشير. خلصت الاكل معاكم اهو في اقل من نص ساعه. عملنا وراك رومي في الفرن، وعملنا رز بالشعريه، وعملنا بتنجان، وعملنا باميه، عملنا كل حاجه، مخدناش وقت خالص. سمينا الله وتوكلنا على الله ووقفنا خلصنا على طول الاكل مع بعض. اللي عايز يتعلم مننا او نحاول احنا بنعلم بعض اهلا وسهلا. اللي عاوز يدوق اكلنا ينورني. بصوا يا جماعه دي الخلطه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو او في اول البث بتاعت البتنجان بتاعتي اللي انا بعملها. فيها كل حاجه، حاطه ليمون وحاطه خل وحاطه توم وحاطه فلفل الوان وحاطه فلفل وحاطه طماطم وحاطه بصلايه، حاطه كمون. مفيش لايك خالص، الناس مش عاوزة تعمل لايك، مش عاجبها حاجتي. ليه كده؟ مفيش لايك. لايك وشير، لايك وشير يا جماعه. بجد لايك وشير. مفيش حد عامل لايك خالص. ليه كده بس؟ هي بنت اسمها مريم هي اللي عاملاها. ليه كده بس؟ لايك وشير يا جماعه، لايك وشير يا جماعه. خلصنا مع بعض. ممكن احط له سنه خل. شطور. ايه يا جماعه؟ لايك وشير، لايك وشير يا جماعه. ايه دي طبق اول حاجه خلصت البتنجان اهو. هندوم بتنجان النهارده.
اي طبق البتنجان نحطه في التلاجة بقى نسقعه. ده طبق البتنجان بتاعنا، وادي الرز هنقله بس على عين تانية، هوطي عليه خالص. بسم الله. البامية بتاعتي ايه لسه. انا كده يا جماعه طبعا خلاص خلصنا. ناقص التسويه بس. ادي الباميه بتاعتي كده. احنا خلصنا وصفتنا النهارده طاجن اوراق رومي بطريقه احلى واجدد، وهيرمي معانا لحم اكتر. احنا بنحط ورك الرومي كله في الفرن بيخس جامد، بيبقى سخن بنعرف نقطعه كويس. اما الجزاره ما بيقطعهولي، بيبقى شرايح زي اللموزه كده، خلاص بيرمي اكتر. اللهم بارك، مش بيخس خالص خالص، بيبقى الطعم والتست كمان احلى. فعملنا 2 طاجن هوريهولكم يعني بعد ما يتم ان شاء الله التسويه. عملنا مع بعض شويه باميه بقى تحفه، عملنا شويه رز بالشعريه، عملنا طبق بتنجان. لايك وشير بقى. الشعريه وطبق البتنجان المخلل. بصوا ايه رايكم؟ ادي الباميه بتاعتي، ادي الباميه اللي انا وريتها لكم في اول اللايف وحطيناها في طاجن مع بعض. بصوا اللهم بارك، متسبكه 100 100. ادي الرز بالشعريه بتاعي، ادي البتنجان المخلل بتاعي بخلطه لولو، ادي يا جماعه معايا الوراك الرومي. بصوا بقى انا عايزه اوريكم حاجه. دي معلقه عاديه. بصوا التسويه اللهم بارك. بصوا بس هي مولعه. بصوا اتهرت ازاي. بصوا التسويه اللهم بارك، استوت زي الفل، بقت زي الزبده. ادي البطاطس، ادي الطاجن التاني. احنا قلنا ده ورك 3 كيلو الا ربع، عملناه على 2 طاجن بالبطاطس. الوصفه ان شاء الله الفيديو كامل هينزل لكم من الاول على القناه اليوتيوب. بصوا التسويه 100% اهي، اللحمه مهريه خالص، مهريه بقت زي الزبده اهي. ادي التسويه بتاعتنا يا ولاد.